من اسبوعين انا كنت بخطب. ايوه الله يبارك فيكم، شكرا. اليوم كان لذيذ وكله كان مبسوط وكله كان مطلع موبايله وبيصور، وفي اخر يوم بقى يلا يا جماعه ابعتوا لي الصور. تمام. المسج دي لما بتجيلك انت حرفيا كل حاجه قدامك بتتدمر، خصوصا لو لحظه سعيده جدا زي خطوبتك مش عارف تاخد الصور وتحتفظ بيها على ستورج. في اللحظه دي افتكرت ان عندي سيرفر لسه ما عملتلوش الريفيو اسمه بي ستيشن. خلينا نبدا بالانبوكسنج. الحل بالنسبه لي كان هو البي ستيشن. لو انتوا فاكرين البي ستيشن ده هو كان ابجريد البي درايف اللي احنا عملناه ريفيو من فتره، اللي كان صغير كده واس اس دي ممكن توصله في اي حته، بس ده بقى الاستخدام الامثل لفكره الدرايف ستورج او الاونلاين ستورج اللي انت ممكن تستخدمها في اي حته. النسخه اللي معايا هي نسخه ال 4 تيرا بايت، ويقول لك سمبلسيتي وذ افري ستيب، سهوله، كل فايلز بتاعتك معاك في كل حته، سبسكريبشن فري مش محتاج تدفع اي اشتراك خالص، واخيرا كلاود واكسترنال داتا باك ابس. الحماسه هتقتلني. معانا سلك ايثرنت اغلب الظن هيكون 1 جيجا بت، معانا الباور ادابتر كيوت بس كده، بس تحط ده كده يخدع عليه. بص صغنن ازاي. ماشي. وبيجي البي ستيشن نفسه. طيب عامة البي ستيشن هو جهاز صغنن جدا، وزنه ولا حاجه، يعني هو المفروض ان هو جواه هارد 4 تيرا. الهارد اللي انا شايفه من جوه هو هارد اتش دي دي 3.5 انش، اللي هو مش هارد اس اس دي صغير. في شويه مداخل لذيذه على الشمال هنا، عندك يو اس بي 3.0 وعندك يو اس بي سي 3.1، عندك ايثرنت 1 جيجا بت، وعندك الباور وزرار الباور ولمبه بتقولك ان هو شغال. البي ستيشن وزنه 820 جرام، هو حرفيا ملوش وزن. ولو تحط معاه الباور ادابتر الصغير جدا بتاعه ده، هو جهاز هيترمي جنب الراوتر بتاعك في البيت، هتوصله بايثرنت جوه الراوتر كده في الرف تحت، وهيديك ستورج 4 تيرا. هنعرف عنها كل التفاصيل، بس خلينا نوصله كده بالراوتر. وبعد 6 ايام من مشهد الانبوكسنج اللذيذ وصلنا السيرفر ده، واكتشفنا ان انت محتاج تسيبه تقريبا 8 ساعات 7 ساعات يعمل سوفت وير ابديتس. بس احنا كناش فاهمين الكلام ده، كنا هنتجنن مش عايز يشتغل ليه. بعد ما تسيبه براحته تبدا كده تستخدمه وتستمتع بتجربه باك اب انت ما شفتهاش قبل كده. قبل ما ندخل في تفاصيل حابب اقول لك ايه هو البي ستيشن او بيتحط فين في عده التكنولوجيا الخاصه بيك. البي ستيشن هو جهاز بينافس الجوجل درايف او الاي كلاود، وهو حتى في المقارنه بيقول لك اشتراك ال 2 تيرا على الاي كلاود سعره حوالي $120 في السنه. البي ستيشن بيتحط في المقارنه دي، يقولك ان هو 4 تيرا وسعره $200، بس هو مش سنه، هو مدى الحياه. المقوله دي عن البي ستيشن ممكن تكون صح فعلا، الجهاز ده مدى الحياه، انت مش هينفع اصلا تحطه في مقارنه زي كده لان هو هيكسبها يعني محتلها. هل هو فعلا ممكن يستخدم كجوجل درايف؟ الاجابه يا جماعه 100%. انت من على موبايلك بتفتح ابلكيشن بي فايلز اللي هي ابلكيشن زي جوجل درايف بتاعته يعني، وتقدر تعمل شير لاي فولدر او اي صوره لاي شخص في العالم، ويقدر يفتح ويأكسس الملفات اللي انت بتبعتها له. طب يا يوسف ده كده اختراع ممتاز ونروح نشتريه حالا دلوقتي؟ بس في كام نقطه كده محتاج تكون عارفها. اول حاجه، لما تبعت لحد فايل مثلا حجمه 1 جيجا بايت، هو عشان يعمله داونلود هو انت بتعمل له ابلود بسرعه النت الخاصه بيك من بيتك، وهو بيعمله داونلود بسرعه النت الخاصه بيه. في العادي في جوجل درايف او اي كلاود او اي حاجه من الحاجات دي، انت مجرد بتعمل داونلود وسرعه الابلود بتكون ما لا نهايه من جوجل، فهي سرعه ما لا نهايه. سرعه الابلود في بيوتنا عاده لو انت مشترك في اشتراك جامد قوي زي 70 او 100 ميجا، بيكون سرعه 20 او 50 ميجا بت. ما زال رقم كويس جدا وهتقدر تاكسس بيه صور وحاجات كده، بس لو هتتكلم على ملفات كبيره معتمد ان انت بتستخدم وي ترانسفير عشان تبعت مثلا 10 جيجا و20 جيجا للناس، هتتشل عشان تعمل داونلود من ابلود سبيد بتاع بيتك، فده مش للملفات الكبيره اللي تعملها شير. تاني حاجه المفروض تحطها في دماغك ان ده بيستهلك كهرباء. جوجل درايف او غيره انت مجرد بتابلود الفايل وتبعته وخلصت، انت مالكش دعوه باي حاجه، والفايل على طول مرفوع على سيرفر شغال 24 ساعه عند جوجل. هنا انت بتدفع كهرباء كانك بالظبط مشغل لمبه 36 واط 24 ساعه في ال 24 ساعه. هل هي حاجه مكلفه؟ مش هتحس بتكلفتها، خصوصا ان انت كمان ممكن تهايبرنيت، ممكن تخلي الجهاز ده يقفل من 12 بالليل مثلا لحد الساعه 12 الظهر. طيب بعيدا بقى عن سرعه النت والكهرباء، خليني اقول لك بقى ايه الحاجات اللي انت هتستمتع بيها لو قررت انك تجيب الجهاز ده وتستغنى عن جوجل درايف وغيرها من السيرفيسز. مبدئيا يا جماعه 4 تيرا بايت ده حجم كبير جدا تقدر تباك اب عليه يعني اجهزه باكملها.
اليومين دول يا جماعه لسه خاطب، وكان في بقى اللي هو الحفله بتاعت الاصحاب وقعده العيله، وكل ان اصحابنا بيصوروا ومش عارف مين معاه صور، والفوتوغرافر اللي جه صورنا، واصحابي كلهم اللي في الاستوديو اللي جم مصوريني فيديوهات كده، كل واحد فاهم، كل واحد فيديوغرافر صاحبي كده بيجي يكرمني كده يروح يصور لي فيديو كده، فاهم اللي هو حاجات كتير جدا. فالداتا حرفيا مرميه في كل حته. فاحلى حاجه في السيرفر ده انت مجرد تبعت لينك لكل شخص صور صوره ويقدر يعمل ابلود على الفولدر بتاعك بس. واقول لك الاروش كمان، انت ممكن تعمل لينك ما بين البي ستيشن ودروب بوكس او جوجل درايف، واي حد يرفع فايل للحاجات اللي هم عارفينها زي جوجل درايف وغيرها تسينكرونايز اوتوماتيكلي على البتاع ده، تقدم رود على البتاع ده، وبعد كده انت ممكن تبقى تلغي درايف اصلا. يجي بقى سؤال تاني، ايه الفرق ما بين البي ستيشن وجهاز سيرفر عادي زي مثلا الدي اس الجي سيريز او غيرها من الحاجات العاديه من سيرفرز السينولوجي؟ مبدئيا خليني اقول لك ان البي ستيشن ده بيجي بروسيسور قوي، بيجي بروسيسور ريل تك 1619 بي، وده بروسيسور 1.8 جيجا هرتز، يعني يعتبر البروسيسورز اللي بتيجي في التو باي ستيشنز، الستيشنز الكبيره شويه مش مجرد الباي واحد او الهارد الواحد، ومعاها بيجي 1 جيجا رامات. فالجهاز ده جهاز يعتبر جهاز سريع في اللي هو يقدر يكمبرس الملفات بتاعتك، يحولها، تقدر انت تستريم الملفات دي على الابل تي في، على اللابتوب، على الموبايل، والموضوع مش بطيء. بس برضه في نفس الحته لو هنقول ايه الفرق، انت بتخسر هنا كل ميزات الستريمنج الروشه بتاعت السيرفرز. حاجه مثلا زي بلكس، لو انت شخص بتحمل افلام على السيرفر بتاعك وعايز تستريم الافلام دي على التلفزيون في بيتك، في ابلكيشنز معينه كده وسيستمز معينه واب ستور كامل بتاع سينولوجي مش موجود على البي ستيشن. البي ستيشن ده هو سيستم مختلف. فانت في البي ستيشن ما عندكش غير 2 ابلكيشن اسمها بي فايلز وبي فوتوز فقط، واحده تاكسس بيها الصور بتاعتك، واحده تاكسس بيها الملفات بتاعتك. واحب اقول لك ان هما منفصلين عن بعض، فالحاجات اللي انت بتعملها ابلود في البي فوتوز مش بتلاقيها في البي فايلز. بس ابلكيشن بي فوتوز لذيذه جدا، فيها اي اي لما تيجي تعمل ابلود لصور كتير جدا بيعملهم كاتيجورايز لوحدهم بالوشوش، بالايفنتس، بالمكان، بحاجات مختلفه، فتقدر انت مش بتتوه، تلاقي زي موبايلك كده الايفون او غيرها من الفوتوز ابلكيشنز يقدر يجي يقسمهم لك. الجهاز زي ما قلنا 4 تيرا بايت هارد واحد بس، اتش دي دي 3.5 محطوط كده في النص، الجهاز ما فيهوش مراوح، ما فيهوش اي حاجه، وسايلنت 100%، فدي احلى حاجه فيه. ولو انت ال4 تيرا دول مش مكفيين بالنسبه لك، عندك حلين زياده تزودهم. عندك يو اس بي اي اللي هو يو اس بي كامل، وعندك يو اس بي سي في ظهر الجهاز، تقدر انت تكسباند الاستورج. وبرده في ظهر الجهاز عندك سلك ايثرنت 1 جيجا بت واحد بس، وده الحاجه الوحيده. الجهاز ده ما فيهوش واي فاي، ما فيهوش اي حاجه، فانت لازم تستخدم ايثرنت ده في ظهره انك توصله بالراوتر بتاعك طول الوقت عشان تستفيد بيه. بي ستيشن يعتبر جهاز سهل جدا في التعامل معاه، هو اشبه بفلاشه جبتها جديده، بدل ما توصلها في اللابتوب بتاعك بتوصلها في الراوتر بتاعك، وبعد ما توصلها بتفتح الابلكيشن وتلاقي 5 خطوات. الخطوه الاولانيه وصله في الراوتر، الخطوه الثانيه افتح الابلكيشن واعمل سكان للكيو ار كود الموجود على ظهر الجهاز ده، الخطوه الثالثه حمل الابلكيشن، الخطوه الرابعه اعمل ساين ان بالاكونت بتاعك، الخطوه الخامسه مبروك انت خلصت. ده غير خالص اللي انك تشتري سيرفر من سينولوجي وتقدر تسطبه وتعمل بقى ستورج بول، وبعد كده تعمله ريد ستورج وتختار نوع الريد وانت اصلا مش فاهم ايه الريد اصلا، ده مين ده، بتاع الحشرات ده ولا ايه؟ لو عايز تدي حد هديه لذيذه على اخر العيد كده ويستمتع بيها، خصوصا لو 2 لسه مخطوبين او متجوزين جداد وعندهم ستورج كتير، عندهم حاجات كتير محتاجين يحطوها في حته واحده، ده كان لذيذ جدا وجالي في وقت حلو قوي واستخدمته استخدام حاسس كده ان انا فعلا مبسوط بالبي ستيشن. دي كانت الريفيو بتاعتي ليه، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. شكرا شفتوا الفيديو، اشوفكم في الفيديو اللي جاي.